السلام عليكم البنات، مرحبا بكم وعشر مبروكات. دخل عليكم بالصحه والرزق والهنا واللي تمنيتوه في الحياه. اليوم غادي نشارك معكم هاد المحنشات ساهلين اقتصاديين، منظر راقي، ولو انهم بمكون اقتصادي للغايه. نتوما كتشوفوا محمرين مقرمشين مأسلين، عسل منزلي بطبيعه الحال. راني نحطه في القناه، نتوما كتشوفوا ولا اروع. تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه، المكونات اللي استعملتهم في هذه المحنشات بالصحه والهنا. بسم الله على بركه الله. لهاد المحنشات كنحتاجوا زلافه ديال الكاوكاو كما كتشوفوا، سواء كان عندكم هذا الحجم الكبير ولا الحجم الصغير، بالقشور بلا قشور. زلافه الا ربع ديال الجنجلان، سكر كلاصي على حسب الحلاوه اللي كتفضلوا. انا درت مغروفه، رشيشه تاع الملح، قرفه، شويه تاع النافع، مسكه حره، الورقه، اي ورقه عندكم. انا استعملت ورقه الفيلو لان هذا هو الموجود هنا. غادي نبدا نقلي هاد الكاوكاو. ملي نكمل الكاوكاو ندوز للجنجلان حتى هو غادي نقليه، ما غاديش نحمرو، يعطيها واحد النكهه مميزه. جربوها وردوا عليا الخبر في التعاليق على بركه الله. زيت بارده، ضيفوا ليها ديك الزلافه ديال الكاوكاو على نار متوسطه. استمروا في التحريك، قابلوا خصو المقابله باش ما يتحرق لكمش. الا مشات تحرق غادي يعطي واحد المروره، وديك الساعه ما كاينش شي حل. صافي غادي نبقى مستمره في التحريك حتى يتحمر، ياخذ لون ذهبي ونحيدو. الكاوكاو غير كيتحمر بهذا الشكل هذا كنحيدوه، لانه واخا كنحيدوه كيزيد يستمر يتحمر. هانتوما كتشوفوا البنات المقادير كامله، ها هي طحناها. الكاوكاو هانتوما كتشوفوا اللون ديالو كي داير عسلي ماشي محروق. الجنجلان حتى هو اللي قليناه، ها هو كتشوفوا طحنتو حتى هو. كميه ديال السكر اللي ضفتها، قرفه، شويه تاع النافع، رشيشه تاع الملحه. اللي بغى يزيد واحد الساشي ديال زهره البرتقال يزيدو، راه ما غاديش يضر، يعطي النكهه زوينه. اللي ما كيعجبوش هاد المنسم هذا بلاش. صافي غادي نجمع هاد العناصر بواحد شويه تاع الزبده دايبه ورشيشه تاع المزهر. كما كتشوفوا البنات، خديت الورقه ديالي دهنتها بالزيت والزبده، وخديت البودانات اللي كنت موجداهم من قبل. صافي عارفين الطريقه، حطيتها لويتها دهنتها مزيان بالزبده وحطيتها في الصينيه ديالي كما كتشوف على شكل طولي. الحاجه الاولى اللي بديتها، خديت واحد الكيتور هو هذا ولا شي مصمدي، ضربت هاد الجنيبات هادو اللي كيكونوا خاويين. صافي وبديت كنقطع هكا بشكل طولي بهذا الشكل هذا. قطعتها كامله الجنيبات من هنا حتى هما ضربتهم. صافي ما بقى لي دابا غير غادي ندهنها بالخليط ديال الزيت والزبده وندخلها طيب حتى تحمر ان شاء الله. ملي غادي تحمر نسقيوها بالعسل بهذا الشكل هذا. الخليط ديال الزبده هو هذا والزيت. صافي غندهن لها الوجه ديالها كامل وندخلها طيب. ملي كتبرد هاد المعسله ديالنا صافي كنحيدوها بهذه الطريقه. نتوما كتشوفوا كتجي رائعه شكلا ومذاقا. نزوقوها باي مكسره عندنا ونقدموها بالصحه والهنا.